السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الخير على كل اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا جوه مصر وخارج مصر. صلوا بالله وصلوا على رسول الله حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو من عند البط المسكوفي وانواع البط بتاعتنا. مسكوفي ار41 وبط بيور فرنساوي. مسكوفي ار41 وبط في بيور فرنساوي. طبعا المسكوفي كده عمره 3 شهور. المسكوفي الار41 عمره 3 شهور. البيور الفرنساوي عمره شهرين واسبوع، يعني حوالي 67 يوم النهارده. طبعا احنا كنا يعني اختبرنا البط اللهم صل على النبي البيور من اسبوع، لقينا لسه الريشه بتاعته فيها دم، وطبعا كان كل حاجه قدامكم ووريكم زانه. طبعا دلوقتي الوزن عدى، انا كنت موريكم زان الوزن كان 4 كيلو 3 كيلو ونص، النتايه 3 ونص، الذكر 4 كيلو، فالوزن بسم الله ما شاء الله اكيد عدى يعني. المهم احنا عايزين نشوف بقى الريشه عملت ايه النهارده معانا كده. احنا سيبناه اسبوع اهو، عايزين نشوف الريشه عملت ايه معاه، لان انت لو سبت الناس اللي بتقول لكم سيبوا البط البيور الفرنساوي 3 شهور و4 شهور ما تسمعوش كلامها. ليه بقى؟ اسمعوا مني انا بقى، عشان الناس ما تخسرش حاجتها، وبعد ما تتقل في البط يتقل معاها وتاكل وتشرب شهرين وزياده وتسيبه زي ما الناس بتقول لكم كده. البط بعد ما بيشيل وزن بالذات البيور الفرنساوي ده لمده معينه، وقلت قبل كده الكلام ده، لازم تذبحيه فيها لمده معينه، لازم تذبحيه فيها وقت ما يتقل معاكي 4 كيلو، وقبل كمان التقل كمان لازم تشد ريشه. لو الريشه دي فيها دم هتسيبيه مثلا اسبوع 10 ايام وقت ما الريشه تنشف، لان طول ما الريشه فيها دم كده البط ما استواش معاكي. الريشه ناشفه وما فيهاش نقطه دم يبقى كده البط استوى وطالب الاكله وتذبحيه. سبتيه بعد ما شال معاكي وزن والريشه ما بقاش فيها دم ونشفت، سبتيه وسمعت كلام اي حد، بعد ما يوصل معاك 4 كيلو ولا 4 كيلو ونص هتلاقيه 2 كيلو و2 ونص، وعمره ما يشيل معاكي وزن تاني. اللي يقول لك البط البيور لو سبتيه لغايه 3 شهور بيضحك عليكي. اللي هو بيتساب لغايه 3 شهور برضه وبيتذبح المولر البغال برضه له مده، اخره 3 شهور وبتذبحيه برضه هتسيبيه هيفرق. هي دي مشكله انواع البط دي كله يا جماعه. بكيني، بيور فرنساوي، فرنساوي، في بط اسمه فرنساوي بس، في بيور فرنساوي زي اللي قدامكم، وفي بكيني اللي هو الشرشيري، في مولر اللي هو له اسم تاني البغال. الانواع دي كلها لها مده، كله مده. حتى في بغال اللي هو المستورد زي البغال المحلي 3 شهور برضه. اللي انا قلت عليها الانواع التانية اللي انا قلت عليها دي الفرنساوي، البكيني اللي هو الشرشيري، البيور الفرنساوي شهرين بتذبحي. جه معاك الشهرين ولسه ريشه فيها دم اسبوع وتذبحي. وبرده قبل ما تذبحي الاسبوع اللي انت سبتيه شدي برده الريشه. يعني انا مثلا عايز اذبح اهو بس جاي اختبره بقى، لازم انا اشد ريشه منه، ريشه من بطه ولا 2 عشان اشوف ان كان استوى خلاص اذبحه. لكن تسيبيه لا. اللي يتساب احنا قلنا البط اللي يتساب اللي قدامكم ده 3 انواع بط تسيبيهم، لو عايزه تذبحي منهم بالطلب اذبحي منهم. وقلت لكم الكلام ده قبل كده، ورغم كده جالي تعليقات على الواتس والناس ما بتسمحش برده في فيديوهات البط. البط دي بتبداي تذبحي فيه من عمر 4 شهور. المسكوف الار41، المسكوف الخليط البلدي بتاعنا السوداني بتبداي تذبحي فيه من عمر 4 شهور. وعايزه تذبحي بقى بالطلب بتذبحي، يعني مثلا انت حاطه 20 بطه مسكوفي خليط، او 20 بطه مسكوفي ار41، او 20 بطه بلدي سوداني بتاعنا، عايزه تطلعي كل شهر تذبحي، كل سنه تذبحي، دي بيتساب ما بيفرخش، بالعكس ده بيزيد اكتر وبيشيل وزن اكتر. الحاجه الوحيده اللي ممكن ان انت تسيبيها وقت ما تكوني عايزه تذبحي بالطلب بطايه 2 3، لو كل شهر مره، كل سنتين مره، ده ما بيفرخش، ده بيشيل وزن اكتر. وكل ما بيقعد بيشيل وزن، كل ما بيقعد بيشيل وزن. هم 3 انواع يتسابوا عندك زي ما انت عايزه تذبحي. المسكوفي الار41 اللي قدامكم ده، المسكوفي الخليط البلدي بتاعنا السوداني الحر بتاعنا، البط بتاعنا البلدي بس. لكن باقي البط اللي انا قلته في الاول لازم له مده معينه بتذبحيه فيها. اللي يقول لي غير كده ما اقدرش اقول ان هو مقصود من كده، ان يعني بيبتكسوا بجد، بيقولوا حاجات احنا عمرنا ما شفناها. لان انا ربيت انواع البط كلها، كل انواع البط ربيتها، وجربت التجارب دي في انواع البط عندي كلها.
لو في حاجه انا ما اعرفش عنها حاجه اقول لك انا ما اعرفش. حتى المستورد، البغال المستورد المتابعين معايا قدامي يشهدوا، جبته وما شالش معايا وزن لغايه الثلاث شهور، وكان 4 كيلو ما شالش زي ما 6 و7 زي ما قالوا. الله اعلم بقى كان نوعه وحش، المكتب جاب حاجات مش جاب نوع مش كويس، الله اعلم. ولو كنت سبته بقى كان هيفرغ مني بعد ما شال 4 كيلو ذبحته. فما تسمعوش كلام حد يا جماعه عشان ما تخسروش حاجتكم. البطه لما تشيل معاكوا 4 ونص والريشه نشفت اذبحوا دي ما بيتسابش. البط الابيض ما بيتسابش، البط البغال ما بيتسابش، البيور الفرنساوي ما بيتسابش، لازم له مده معينه بيتذبح فيها، لان الكلام ده مهم. وجالي على الواتس كتير، لان في ناس بتطلع تتكلم وتعمل فيديوهات وانت بتسمعي عندي وبتسمعي عندهم وبتسمعي عند غيرهم، فيا عيني المتابع متشتت. يعمل ايه؟ مثلا انا بثق في قناه ام مصطفى، طب انا بثق في قناه تانيه. كل واحد حسب ما واخد على قناه بيحبها، بيبقى فيه ثقه ما بينه وما بين الايه صاحب القناه او صاحبه القناه، فبالتالي بيلجأ لمين؟ لام مصطفى، لغيرها. فبيسال على الواتس، بيسال في التعليقات هو ينفع يا ام مصطفى؟ ده انا سامعه ان البط بيقولوا كذا كذا، لا كذا كذا كذا. لا، ام مصطفى بقى هترد وتقول اللي يرضيها من رب، اللي يرضي ربنا من لمتها. يا جماعه البط ما بيتسابش، انتوا عارفين الظروف اللي انا فيها ومفيش مكان عندي، وقلت لكم في الفيديوهات بتاع الفراخ البيضاء ان انا ليس بحاجتي. لسه 15 فرخه هيتذبحوا، ولسه عندي 5 بطات بيور اهم هيتذبحوا، وبسم الله ما شاء الله ذبحت 20 فرخه حطيتهم، وعايزه اخزن طماطم ورغم ضغطي كنت انا سبت. انا يعني انا بمفهومي كده وباللي انا قلته لكم يا ريت كنت انا سبته. ده الحمد لله ان هم 5، يعني الحمد لله ان انا ما كترتش في البيور الفرنساوي ده، كنت انا سبته وذبحت بالطلب يا ريت والله. بس انا عارفه ان انا لو سبته رغم ان ما عنديش مكان وعماله اظبط في الاماكن باي طريقه عشان اخزن البط واذبحه كنت سبته. بس انا عارفه لو انا سبته هيفرغ مني بعد ما يشيل وزن تعبي واكل مجهودي كله والخلطات اللي عملتها والشقايه كله على السطح معاهم، البط هيفرغ مني ومش هيشيل معايا وزن. فانا لازما اعرف المتابعين ان البط ما يتسابش. المقصود من الكلام ده بتبقى مشاهدات زياده، وتيجي تذبحي البط وتسمعي كلام لغايه 2.5 شهور هتبصي تلاقي البط ما فيهوش الهوا، ما شالش معاك 2 كيلو والله العظيم 3. وحصلت متابعه دخلت قناه وصاحبه القناه دي قالت ده البط البيور الفرنساوي يقعد لغايه 3 شهور. في متابعه كاتبه لها التعليق والله العظيم وحياه الايام المفترجه انا شفته بعيني. وطبعا ماليش اعلق، ماليش دعوه، انا اخش قنوات حد والناس بتخش قنواتي، بس ماليش ارد على تعليقات مش في قناتي. قالت لها ازاي ده بعد ما شال معايا وزن جيت اذبحه بعدها باسبوع ولا ب10 ايام لقيته خفيف خالص، ما ردتش عليها، عملت لها قلوبه وشكرا. فيا جماعه ما تمشوش ورا كلام حد. انا ذات نفسي في زنقه اهو، وما عنديش اماكن في الفليزر ولا الديب فليزر ولا الكلام ده كله، بس عماله اوفق باي طريقه ان انا اذبحه. ما انا عندي الاوضه فاضيه جوه اهي، وعندي السطح وشمس اهو، الدنيا رايقه مفيش. حلاوه المسكوفي بقى ان انا هسيبه براحتي خالص، وقت ما يتذبح مش هشيل همه. المشكله في الابيض ده لازم يتذبح، لازم يتذبح. طبعا احنا كنا حاطين لهم ميه الصبح خلصوها، وكنت حاطه لهم علفه اهو، القروانه دي نصها كانوا على قد ما قدروا، وكان شويه بواقي المطبخ اهي بسم الله ما شاء الله برده كلوا منها كتير، كانت كتير، كان كوم كلوه. وادي نص العلفه اهو وانا مش متاخره. وفضلات اعزكم الله الحمام بتاعهم كله بصوا كله زي بعضه حمام اهو يا جماعه، حمام اهو مفيش اي حاجه. هنمسك بقى بطه كده ولا 2 ونشوف الريشه بتاعتها فيها دم ولا ما فيهاش دم. احنا لسه على الله بعد ما شفنا اول مره لسه تاني مره نشوف اهو بقى. يعني احنا من اسبوع كده كنت شايفه معاكم الريشه كانت فيها دم، النهارده بقى لسه على الله هنشوف الريشه فيها دم ولا ما فيهاش دم. صلوا على النبي وخليكم معايا. امسك بس اي حاجه من البط الابيض ده نشوف فيه، ونمسك حاجه كمان برضه، مش هنكتفي بريشه واحده او بريشه بطه واحده، هنمسك حاجه كمان. بصوا بقى اللي مالوش صوت ده اللي انا مسكته ده، بصوا اللي انا مسكته ده مالوش صوت، دي ذكر. تبصوا تلاقي اللي بينبح ده مالوش صوت، دي ذكر. فاحنا مسكنا ذكر، نمسك بقى انتايه اللي هي صوتها ايه بقى مش قادره اقول لكم. فاحنا هنشد ريشه يا جماعه، هنشد ريشه بس كده. استنى هشد ريشه منك وامشي، هشد ريشه وامشي اهو. بصوا يا جماعه فلت مني، هجيبه برضه. بصوا صممت ان انا اجيبه برضه اهو يا جماعه.
هنشد ريشه، بس استنى يا حبيبي ربنا يهديك، هنشد منه ريشه اهي. النبي ما هسيبك الا لما اشد منك ريشه برضه. استنى استنى يا حبيبي ربنا يهديك. استنى، بسم الله الرحمن الرحيم. لازم انا اشد ريشه منك اهي. بصوا يا جماعه اهي، الصلاه على الصلاه، الصلاه على الصلاه. الريشه بتاعت الذكر نشفت اهي. بصوا يا جماعه، بصوا اهي الريشه، بصوا يا رب يكونوا شايفينها. بس الريشه بتاعت ذكر البط البيور الفرنساوي بقاش فيها نقطه دم. شوفوا بقى، سيبناهم اسبوع بس واحد، الدنيا اتظبطت اهي. بعد كده بقى تسيبي حاجه تانية، يتساب ما يتسابش، الريشه نشفت ما يتسابش. الوقت ده انا عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، انا شايله ذكر البط يعدي ال 4 كيلو ونص، اتقل ما كنت انا شايلاه قبل كده وزناه معاكم كمان. بصوا الريشه بقاش فيها نقطه دم اهي. وعايزه اقول لكم الريشه ناشفه، مش قادره حتى اتك عليها كده اهي. الريشه نشفت يا جماعه، بقاش فيها اي حاجه زي ما انتم شايفين. وهنجيب برضو اللي هي البطه اللي هي النتايه بقى اللي بيبقى لها صوت، نشوفها برضو. شوفوا بقى، شوفوا الصوت دي بقى نتايه. شفتوا الذكر كان في ايدي ما كانش له صوت، النتايه بقى دي نتايه بقى اللي تلاقيها لها صوت غريب وفظيع كده، اعرف ان هي نتايه. الذكر مسكته بينبح بس ملوش صوت، النتايه لها صوت، فدي نتايه اهي اهي. هنشد ريشه برضو منها ونسيبها. استني يا حاج، نشد ريشه واحده منك ونسيبك، والله مش عايزين منك حاجه اهي اهي يا جماعه. شديت ريشه، ده 100 ريشه مش ريشه واحده اهي. ريش كتير اهي يا جماعه في الارض. بصوا عايزه اقول لكم ولا الهوا ولا الهوا، نتايه ذكر كله الحمد لله ما فيش فيه نقطه دم. دي النتايه اهي اللي احنا ايه شدينا منها ريشه حاليا. بصوا اهي، بقربها لكم، ما فيهاش فيها الهوا ولا حتى فيها نقطه دم. كده البط خلاص، الريشه نشفت ما فيهاش نقطه دم يتذبح خلاص. كده ال5 ذكوره دول ان شاء الله بامر الله هاخدهم هذبحهم ونظبط كده الايه، ربنا يكرمنا. الناس بقى اللي بتقول انت بتخزني البط حلاوته ان هو يتحشي، لما انا قلت يا جماعه ما حدش بياكل البط اللي انا هقطعه واحطه في اكياس. انا هخرج ذكر بط اكله يعني احشيه واكله، ولا جوزي ولا ولادي ولا اي حد بياكل عندي بط بلدي يا جماعه، ولا اي نوع بط اصلا، ولا فراخ بلدي. ولادي ما بياكلوش الا لحمه، وقبل اللحمه كمان ومدمنين وبيحبوا موت الفراخ البيضاء. فانا هخرج ذكر بط احشيه لمين؟ عايزه اعرف احشيه لمين. انا هقطعه حاجات، هقطعه وهتبقوا انتوا معايا يا جماعه. والله انا حتى بذبح بظبط بكيس بحط حاجه بوريكم النهايه بتبقى انا عملت ازاي. انا هعمل على قدي يا جماعه، اكياس على قدي. انا ممكن اطلع ورك صدر او اعمل ذكر البط على كيسين. مين اللي هياكل يا جماعه معايا؟ ما هي دي المشكله، هي دي المشكله. انا بكتر في الفراخ البيضاء ليه وبخزنها كلها ليه، واكتريه الوقت ما برضاش ابيع منها ليه؟ عشان ولادي بياكلوها بس. لكن بط زي ده هشيل مين الذكر البط؟ هشيل مين؟ مفيش حد يا جماعه، هشيل مين؟ محدش بياكل عندي بط، حرام. فانا هنذبحهم ان شاء الله بكره، وبرده هتبقوا انتوا معايا وهتشوفوني بعد ما اذبحهم برده، وهذبحهم برده المكان اللي هذبحهم فيه برده هتبقوا انتوا معايا وهتشوفوا لغايه اما اجي البيت. ماشي خلاص كده ال5 ذكوره بط دول هيتذبحوا. وده الفيديو بتاعنا كان النهارده، يا رب يكون عجبكم ورضاكم. بالله عليكم اللي شاهد الفيديو حط لنا اللايك، فضلا وليس امرا، نبقى جزاكم الله كل خير. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.